المغرب يفرض التأشيرة الإلكترونية على القادمين لمشاهدة نهائيات كأس أفريقيا 2025 بالمملكة. شروط الحصول على التأشيرة، اسمع يا جدك، اسمع يا جدك، اسمع الشروط، اسمع الشروط ومن الآن اعمل حسابك. شروط: واحد، حجز تذاكر المباريات. أيوة، أول حاجة تشتري التذاكر، ما تجي شيء هكذا السلام عليكم ها قد جينا. لا بنفرض على أبوك التأشيرة. شفتوا أنتوا عندما فرضتوا على المغاربة التأشيرة وأنتوا شوي زريبة أصلا، انتم بلد زريبه اصلا وفرضتوا تاشيره هكذا، ما المغاربه ضحكوا منكم. لكن شوف المغربي عندما يفرض عليك التاشيره عنده المبررات، عنده كل شيء. هذه تاشيره خاصه بالكاس افريقيا. كاس افريقيا: واحد، حجز تذاكر المباريات. اثنين، حجز اقامه فندقيه قبل الدخول، قبل ما توصل قدك محاجز الفندق. ما فيش كما بتفعلوا ترقدوا تحت السيارات، ولا ترقد فوق السياره، ولا تروح ترقد تحت شجره، ولا تنتظر مغربي يلمك من الشارع يجي يسكنك. ما لا تسكنني لا نسكنك، ما تسكن معايا ما نضيفك. ما فيش كده. المغاربة قروا كلهم، شوف هم كرماء وأبناء كرماء، لكن الكرم معكم جريمة. قسما بالله العظيم إن الكرم معكم جريمة. تحجز فندق يا جدك من دابة، تبحث على الفندق من دابة، لأنه شوف بتكون زحمة. تبحث لك على فندق ولا على شقة من هذا الاير بي ام بي، ولا من اي موقع من المواقع التي تحجز منها الشقق من ذا الحين يا جدك. لا تفكر انك ما ترقد كما تفعلوا في تونس، لما تروحوا 1.5 مليون فقير تروحوا سياحة ويلاقوكم راقدين تحت الشجر وراقدين تحت فوق السيارات في البودي عشان ما تدفعش الفندق. هذا الكلام في المغرب ممنوع. ما فيش. احجز فندق من دابة يا جدك. إذا ناوي تجي هذا، إذا أنتم ناويين تجوا أصلا، وأنا أعتقد أنكم قلوبكم المريضة لن تتحمل جمال المغرب، والله ما تتحملوا. أنا يعني من دابة، أنا ممكن أقول لكم من دابة، يعني من العامل الإنساني الذي قلبه نقي على المغرب يجي أهلا وسهلا، يجي والله العظيم ويعيش مع الناس الأبرياء الأنقياء، يعيش مع هذول الناس الأصيلين. إيش مع المغاربة الصافيين النقيين، إيش معاهم يا أخي ويدوز لك كم يوم. أما الجزائري الذي هو مشبع بالمروق والمغرب والملك والخلق جع والكولسة ومولى أعدائنا والعدو التقليدي، ويا ويلك ويا سواد ليلك. أقسم لك بالله بترجع مريض، بترجع ميت من القهر، لأنك سترى المغرب. وخصوصا إذا رحت طنجة، يا ويلي على طنجة. ولا تروح مراكش وتشوف مراكش عند الغروب هكذا، ولا تروح أكادير من ضفة إلى ضفة، ويا لما تروح كازابلانكا تحس إن الكرة الأرضية داخل كازابلانكا هذه والدار البيضاء. ويا جدك والله لا تموت أنت، قسما بالله لا يبقى في أبوك دود وعقارب سود، ما عاد تقدر ترقد. لذلك لا تجوش أصلا، لا تجوش، لا تجوش اصلا. انتم كيف ستتحملون هذا المرض النفسي الذي فيكم يا رجال؟ مرضتوا على المغرب وهي بتلعب في كاس العالم. في كاس العالم انا رايتهم بام عيني يا جماعه، قسما بالله بام عيني. ناس كانوا يحملوا العلم الجزائري، مجاميع بسيطة هكذا، لا محهم فريق بيلعب، ولا محهم دولة بتلعب، ولا دولتهم بتلعب ولا حاجة. حتى كانوا يتساءلوا الأجانب على من هذه الدولة، هذه الدولة ليست في كأس العالم. وكانوا يلاحقوا ينتظروا لا ما تلعب المغرب، وراحوا يشجعوا الفريق الذي ضد المغرب. كيف لما انت تجي للمغرب الى كاس افريقيا والمغرب هي المنظمه، ولا زاد الله وفقهم وفازوا بالكاس وحرزوا نتائج وهزموكم انتم يا اخي؟ ما احنا ما ناقصينكم، تسكت لكم قلوبكم داخل الرباط، تسكت لكم قلوبكم داخل الرباط، ولا معفنين انتم ما تصلحوش للمغرب اصلا. انتم شفتوا الرباط كيف يا جدك يا تبوني؟ انت قدك انت شفت الرباط؟ يا عيبة على الرباط، حرام أقسم لك بالله أنه حرام أنه يمشي تبوني في الشارع في الرباط. ما يجوز، ما يجوز من الله. تخيلوا شوشعي يمشي في هذيك الرباط يا جماعة. ما أنه حرام عليه حتى الأكسجين الذي يستنشقه في الرباط يا أخي. ما أنا لا أتصور الكائن التبوني بيمشي في الكورنيش ديال الرباط هذاك عند الغروب. ما تركبش، ما يركبش هذا الجمال مع واحد معفن متشخبط متخربط. والله العظيم ما سليمة. فمن الآن أنا متأكد أنتم لن تحجزوا فنادق ولن تأتوا إن شاء الله، وإن شاء الله ما يجي ولا تبوني. الجزائريين الطيبين المحترمين الأنقياء، خصوصا اللي أنتم في الخارج طول عمركم، يعني أنا بكامل قواكم العقلية ممكن تجوا. بس المغاربة يعني
يا اخواننا في المغرب انتوا غلطتوا والله، في باقي شروط، باقي شروط يا جماعه، والله باقي شروط انتوا ما قلتوها. الشرط الاول حجز تذاكر المباريات، الشرط الثاني حجز الفنادق. لا ما يكفيش، ما يكفيش يا اخواننا في المغرب. باقي على الكائن الجزائري، وهذه خاصة بالكائن الجزائري، تفرضوا عليهم يدوا لكم ورقة انهم بكامل قواهم العقلية، ضروري شهادة من بويا عمر ولا من برشيد ولا من اي مستشفى مجانين انه هذول القادم الى المباراة ما عنده مرض نفسي، ما عنده اي حاجة، وانه بكامل وانت تجلبوا لنا مجانين.